بيقولك في مرة بيسأله محاسب: هو ايه الفرق ما بين المدين والأمل؟ قعد يفكر شوية وقال لهم: الأمل بيأجل السعادة، لكن المدين بيأجل الدفع. انت مش محاسب صح؟ ركز معايا بقى يا نجم. المدين ده حد اشترى منك بضاعة أو قدمت له خدمة ولسه ما دفعش تمنها، فانت كده ليك عنده تمن الخدمة اللي قدمتها له، وانت بالنسبة له داين بتمن البضاعة. تخيل لو سلفت واحد صاحبك فلوس، انت هنا الداين. طب واحنا ايه اللي دخلنا في قصة مدين وداين وايه اللخبطة دي؟ عايز اقولك ان اللي بتسميه لخبطة ده هو اللي بينظم حسابات اي شركة. سألتني ازاي؟ اه. طب بص يا سيدي، افرض ليك عند صاحبك فلوس وسجلتها في ورقة صغيرة وحطيتها في جيبك، وجه في يوم صاحبك رجعلك جزء من المبلغ. قبلها بيوم بقى انت كنت بتشتري حاجة وما دفعتش تمنها، واتفقت انك هتدفع كل اسبوع جزء. رحت مطلع ورقة صغيرة وسجلت فيها ان فلان ليه عندي كذا وشروط السداد كذا. طب ما انا كده هتوه، مين ليه ايه ومين رايح فين ولا مين اداني امتى؟ من هنا ظهرت اهمية ان يكون في حد متخصص امين بيسجل كل هفوة بتحصل. تقدر تسأله في اي وقت انا مدين لمين وداين لمين. بس كده. خد لفة بقى في الاكونت.